ماذا قال الإعلام الزملكاوي بعد فوز النادي الأهلي على بيراميدز بهدف قضية قفشة؟ شاهد ماذا قال. ولكن في البداية يا ريت نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي على بيراميدز بثلاث أهداف مقابل هدفين، ليواصل الأهلي سلسلة انتصاراته بالفوز ال13 على التوالي. هذا الذي جن جنون الإعلام الزملكاوي، حيث صرح الإعلامي الزملكاوي عمرو الدرديري الذي قال: فاز بفضل الحكم الأسباني. الأهلي دايما بيفوز بالحكام، وحكام الفار ازاي يحسبوا ضربة جزاء زي اللي حسبها بتاعة حسين الشحات؟ ده احنا لو جبنا حكم أعمى عمره ما هيحسبها. الأهلي طول عمره بيفوز بالحكام، وتركي آل الشيخ هو اللي راح جاب الحكم الأسباني عشان يخلي الأهلي يكسب. وبنصح إدارة الزمالك إن هي لازم تنسحب قدام الأهلي في السوبر الأفريقي اللي هيتلعب في السعودية، لأن تركي آل الشيخ يخلي الأهلي لازم يكسب بالعافية قدام الزمالك. فيما صرح أيضا رضا عبد العال عبر صفحته الشخصية وقال: بيراميدز ظهر على حقيقته قدام النادي الأهلي، وبان إنهم بيخافوا من الجمهور وما عندهمش شخصية وما بيعرفوش يلعبوا تحت ضغط. ده أول ماتش ليهم السنة دي يلعبوا تحت ضغط، فخسروا 3 على طول قدام الأهلي. بس الواد قفشة ده أمه دعياله، وهو كان زعلان ومتضايق إن كولر كل شوية يقوله قوم سخن ويسخن، وبعد كده يرجع يقعد تاني على الدكة. وبعد كده اما نزل في الدقيقتين اللي لعب فيهم قام ضارب القضية بتاعته. والله اللاعب ده فيه حاجة لله، واخد اللقطة امبارح لوحده في كل حاجة في الماتش علشان يعكنن على الزملكاوية بقضية تانية. وبقول للأهلاوية مبروك عليكم الدوري خلاص. فيما أيضا صرح أحمد حسام ميدو قال: أنا بصراحة في كابوس حقيقي بسبب اللي عمله الأهلي في بيراميدز النهاردة. مش ممكن يا جماعة بيراميدز ينزل الشوط التاني يقوم جايب جون في الأهلي ويتقدم 2-1 وخلاص. أنا قلت لعيبة الأهلي انهارت وبيراميدز أكيد فوز على الأهلي. أخيرا لقيت الحكم الفاجر الأسباني حسب ضربة جزاء من وحي خياله لحسين الشحات. حسين الشحات هو اللي راح داس على محمد حمدي عشان ياخد ضربة جزاء، والحكم والفار أكلوا الطعم ده. حكم فعلا جامل الأهلي وخايف من جمهور النادي الأهلي وعايز يجي مصر تاني ياكل عيش على حساب الزمالك وبيراميدز. أنا بس بنصح إدارة بيراميدز إن هي لازم تنسحب زي ما الزمالك عمل، عشان الرابطة واتحاد الكرة تاخد موقف جامد. ما هو مش ماتش، مش كل شوية وكل شوية الأهلي يكسب بالحكام وياخد دوري زي دوري حسن شحاتة. بصراحة الأهلي حرق لي أعصابي النهاردة وخلى مودي زي الزفت. أيضا صرح خالد الغندور وقال: أنا كنت عارف ومتأكد إن الأهلي هيكسب بيراميدز. أنا عملت إحصائية كده في آخر 8 ماتشات، لقيت الأهلي كاسب بيراميدز 6 ماتشات، وبيراميدز كسبه مرتين، ماتشين 2 بس. بيراميدز ما عندوش شخصية الأهلي عشان ينافس وياخد دوري. أنا حاسس بصراحة كده فلوس بيراميدز دي حرام، جاية من فلوس بقى أيا كان، مخدرات أو أموال أو غسيل أموال أو الله أعلم جاية بإيه بقى، مش عايزين نقول. بس انا كده بقول للاهلي مبروك عليكم الدوري خلاص. بس اكتر حاجة مضايقاني من الماتش وغيظاني فعلا ان قفشة هو اللي جاب الجون وفي قضية وفي نفس الدقيقة عايز يوصل رسالة وكمان يعكنن علينا ويفكر ان احنا نسينا نهائي القرن.